السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب العالمين، ويجعلكم دايما بخير دائما يا رب يا حبايب قلبي. هتعملي ايه يا ام رحاب النهارده؟ انا شايفه بطاطس وكوسه وبصل وحاجات من هذا القبيل. انت هتعملي ايه النهارده؟ ان شاء الله بامر رب العالمين هنعمل ورقه لحمه مشويه. انا بقالي كتير ما عملتهاش، فهنعمل النهارده احنا بنعمل لحمه يعني بس فيها شوربه ومش عارفه وحاجات من هذا القبيل. فهنعمل النهارده ان شاء الله ورقه لحمه مشويه فبالخضار. الخضار ده هيبقى تحت اللحمه من تحت في الصينيه، في تحت اللحمه من تحت ان شاء الله بامر الله. طب هتعملي جنب ورقه اللحمه ايه يا ام رحاب؟ هنعمل ان شاء الله برضه لان انا بقالي كتير ما عملتهاش. هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل بامر رب العالمين كده. يعني انتوا يعني زمانكم بتقولوا ام رحاب ما بتعملش الحاجه ديت ليه؟ ف الرجيم على فكره هو انا بعمل رجيم وبخس بس هاكل من نفسي معلقتين حلوين كده وهي سخنه طالعه كده، هاكل معلقتين من نفسي. فاحنا دلوقتي بنحضر الحاجه. طيب اللحمه يا ام رحاب، اللحمه قبل ما افتح الكاميرا انا اديت لها تشويحه جميله كده على البوتاجاز، يعني تاخد خمس سوا او ربع سوا، تشويحه جميله كده بحته سمنه سايحه، حركت عليها بصلايه، حطيت عليها توابلها، حطيت عليها كل شيء، والملح بتاعها بسيط خالص خالص، واديت لها تشويحه على البوتاجاز على ما انا اخلص الخضار تكون هي خدت ربع سوا عشان ما تغيبش في البوتاجاز. ليه؟ لان انا لو كنت حطيتها نيه هتاخد بقى هناك لحد العشاء، ولا مش عايزين نقعد للعشاء لان احنا عايزين ناكل منها. بديها غلو الاول على البوتاجاز ان شاء الله، وبعدين هخلص الخضار واحطها عليه. خليكم معايا شوفوا ام رحاب هتعمل ايه النهارده حبايب قلبي، ويا رب الحاجه اللي هنعملها تعجبكم. وتعملوا اشتراك في الشرطيه، ما كترتش كفايه الاربعه دول عشان في خضار تاني اهو بخرطها اهي عشان تبقى قد خرط اللحمه. شايفين يا شباب؟ يبقى دي اول حاجه احنا جهزناها. اول حاجه احنا جهزناها فين؟ من الخضار بتاع ورقه اللحم. شوفوا يا بنات انا بعمل الخلطه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا شباب انا بعملها كده اهو عشان تبقى بالمنظر الجميل ده اهو. باجي عند النص ما اخليش السكينه تعدي فين؟ في النص، لان انا عايزه البصلايه حلقان زي حلقان زي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. خلصت البصل يا شباب؟ لا ده لسه في بصل هكمله اول. والفلفل هيبقى ده في طبق. بجهز الخضار اول. ليه؟ لان انا بحب اكل الخضار ده فين؟ بعد بحب اكله من تحت اللحمه، يبقى جميل جدا جدا. الحاجه يا حبيب قلبي اهو. شايفين الحاجه الحلوه دي الخضار ده اهو. هي بس تنغسل. وهات لي الصينيه وهات لي السلوفان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا يا ولاد. الحته دي كده ماشي يا ولاد. بصوا بقى هنحط ديت حتى مثلا دي عليها افركها بايديك جامد عشان بتبقى قطعه. لحمه
على الاسم ان هي ايه، لحمه. لقيتها لحمه ضاني. هتصدقوا؟ والله العظيم. يعني طلعت الايه، هات يا محمد المعلقه كده. عينيا لك يا روحي وعقل، ربنا يوفقك يا رب ويصلح حالك. شايفين يا ولاد، شايفين الحلاوه يا ولاد والجمال. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خدتها غلوتين على ما انا حضرت الخضار، يا بنات. كنت انا ايه، خدتها غلوتين على البوتاجاز وشوحتها. ماشي. لا سعيد. شايفين؟ اللهم صل على النبي. محدش كده عايز يهتم. هل انا هرمي ايه حبه الشوربه الجمال دول؟ ابدا ابدا، عمري ما ارميهم. ده هم دول اللي هيسووا الايه، هم دول اللي هيسووا الايه، الخضار. لان هي ما بقالهاش اصلا ربع ساعه، محطوطه على البوتاجاز اللحمه دي اهو. نكلفتها بقى كده، لان انا بقالي كتير ما عملتش ورقه اللحمه المشويه دي، بقالي كتير ما عملتهاش. فجت الفكره في دماغي، إيه مرحبا يعني انت ناسياها ليه؟ يعني اهو يا شباب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا ولاد حلاوتها زايده حته اهو. مين اللي لسه بقى ما عملش لمرحب اشتراك في القناه بتاعتها على اليوتيوب؟ مين اللي لسه؟ معقول يعني يا ولاد معقول يعني احنا ما نعملش للمرحاب حتى نفرحها كده ونكبر بخاطرها؟ معقول يا ولاد؟ شايفه يا قلبي؟ يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب، اللهم صل على النبي. بنزعلك البصلايه اللي احنا هنعصر بها اللحم. زعلي بس كده زعلقه حته السمنه، حطيت شويه ملح، شويه فلفل اسمر. لازم ولا بد يتحط شويه فلفل اسمر كده على ايه، على اللحمه. نجيب اللحمه بقى برضو حبة سمنة بلدي. الله 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 على الجمال والحلاوة. ونكترهم شوية. ليه؟ عشان البشاميل. 2 3 4 5 معالق. هتحط حاجة زيادة؟ لا مش هحط حاجة زيادة. تتلف كده في قلب السمنة. يلا يا ولاد بسم الله. كده ايه، تشوفي البشاميل الجميل اللي مرحب عاملاه، تحسي ان الست ديت عينها كلها نظر. والله شوف البشاميل سايل ازاي البشاميل. حاجه كده عسل. نحط ايه، المكرونه. يلا نصها. خلي المكرونه على قد ما تقدري، خلي المكرونه خفيفه على قد ما تقدري. خلي المكرونه خفيفه. وانا عشان اعمل مكرونه بالبشاميل يبقى اني، خدي بالك هتعمل ايه مرحب تاني اهو يا رجلي. اغرقها بالبشاميل كده، ما اغرقهاش بالمكرونه، لا اغرقها بالبشاميل كده. شايفه المنظر؟ هتعملي ايه يا مرحب؟ اللحمه. تمام. يلا حط شويه على اللحمه
بشاميل من العسل ده، احط كده على اللحمه شويه. مش كل همي يبقى الايه، يبقى المكرونه، لا. اهو شايفه يا قلبي حبه المكرونه اللي فاضلين اهو، هتاخر دي شويه كده عشان تبقي شايفه انا بعمل ايه. شويه المكرونه اللي فاضلين ارشهم كده. تمام كده. دي كده ايه، المكرونه خلصت. طيب البشاميل بقى ده يا ام رحاب اهو. البشاميل ده ايه بقى؟ استنى خليكي معايا. هقوم جايبه بطين، هي اخت صينيه البشاميل اللي كلها عسل وحلويات دي، بيض ولحمه وحاجات كده جميله 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 يا ام رحاب. ايه الحلاوه دي يا ام رحاب؟ اللهم صل على النبي. امال ايه يا حبيبه قلبي؟ امال ايه اهو. شوفي، وكلنا على فكره بنتعلم من بعضنا. واقوم شايله كله بقى، كله كله كله، واقوم شايله كله واقوم منزله هنا كده. شايفه يا قلبي؟ طيب انتي ما سالتيش انت حطيتي الثلاث بيضات دول ليه؟ ليه؟ انا ممكن ناس ما بتحطش الحاجه دي. ما سالتيش وانت حطيتي الثلاث بيضات دول. عارفه الثلاث بيضات دول لو انت ما عندكيش جبنه موتزاريلا او ما عندكيش اي شيء، الثلاث بيضات اللي انا حطيتهم دول كفيله ان هي تخلي لك وش المكرونه بالبشاميل كانك مطلعه رز معمر من فرن البوتاجاز، كانك طلعتي رز معمر من البوتاجاز احمر وجميل. طيب هتحطي ايه تاني يا ام رحاب على وش المكرونه؟ هنحط ايه؟ حبه جبنه موتزاريلا جميله كده، احلى صينيه مكرونه دي ولا ايه يا ولاد؟ يا خراشي، يا خراشي على جمالها وحلاوتها، يا خراشي على جمالها وحلاوتها. ده احلى من الحلويات دي ولا ايه يا ولاد؟ احلى من الحلويات. الله 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 على الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. احلى ورقه لحمه دي ولا ايه يا ام رحاب؟ اللهم صل على النبي. شايفين؟ بقالي كتير ما عملتش الحلاوه والجمال دي. يا صلاه النبي، اللهم صل على النبي. نشوف اللحمه بقى يا ولاد كده، بسم الله ما شاء الله. عامله ايه؟ نشوف كده استوت ولا ما استوتش؟ سخنه عليا. بسم الله ما شاء الله على جمالها وعلى حلاوتها. والله العظيم يا ولاد حاجه كده فاخر ومن الاخر. طيب نطلع التانيه بقى ونشوف ايه المكرونه بالبشاميل اللي مرحب عاملاها على الله. يا صلاة النبي، أحلى صينية مكرونة بالبشاميل دي ولا إيه؟
شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين حلاوتها زي ده حته، مش متعبيه بالمكرونه ومزنوقه وحاجه كده، لا، بشاميل جوسي كده وجميل ناعم كده. المكرونه مش كتيره، تطلع معاكي المكرونه، تبقى عايزه انت تاكل المكرونه كل يوم من الجمال والحلاوه اللي مرحبا عاملاها. واللهم صل على النبي. ويا رب الحلقه الجميله دي تعجبكم وتخش مزاجكم، وتعملوا ورقه لحمه كده في الصيف كده بالخضار، وجنبها مكرونه بالبشاميل العسل. ويا رب ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.